كان استغلوا اسم السيد الخوئي أكثر مما يستغل اليوم، وحتى اليوم يستغل خاصة في مؤسسة الإمام الخوئي في لندن وفي أمريكا. طبعا بباكستان وبإيران هم قصروا كثيرون من الجمهورية الإسلامية، من حكام الجمهورية الإسلامية ما قصروا في السرقة وفي الاستيلاء على أموال والدي، على رصيده، على ممتلكاته. تشاركوا ويا الصهري سيد جلال ياخذون حصة. لقوا خزنة بهاي البناية الضخمة مشهد الرضا مدرسته متقاسموها بيناتهم. اي هذا هو. وبس نفس الوقت هناك نقطة مهمة، أن المرجع اللي يردون يسووه مرجع الأجانب إذا ما اجت حقوق شرعية هم يلقوا لهم واحد تاجر شيعي كذا يدزوا له اي ملايين، لأن أبويا ما كان عنده هالقد ملايين ومليارات. ربما تكون هاي الفلوس أصلها من الإنجليز والأمريكان، ومال الماي ومال اللبن للبن، وذولا سرقوها ورجعوها وتروح بحسابات سرية في سويسرا. الله اللي يعلم من ما جيت شكوا حسابات سرية باسمه، من ما تقي شكوا حسابات سرية باسمهم. أي بعد سيدنا، ما علمك عن دور الدكتور علي شريعتي والفتاوى الصادرة ضده من العلماء، وهل أن العامل الاقتصادي كان مؤثرا في مكافحته؟ هذه ذكرى تؤلمني كثيرا، لأنه دكتور علي شريعتي حينما إلى أن توفى أنا ما أعرف عنه إلا سامع عنه كافر ملحد حرامي كذا، حتى أنا مصدق. بس أنا عندي حالة من الله عز وجل، عندي موضوع فرض المحال ليس بمحال. يعني أنا هسه قاعد قدامك وهاي الكاميرا تشتغل وجاي أسجل، والإخوان قاعدين وهذاك هناك نام مثل ما ينامون بالدرس مال السيد الخوئي. رفيق ها، فأنا أفرض هاي الكاميرا ما موجودة، ربما هذا كله حلم، يعني إنسان نشوف حلم. ها خو ما يدري حلم عباله صدق، بالتالي يفتح عيونه يشوف أوه هذا كان حلم، لا ماي ولا عسل ولا وحدة حلوة ولا أبدا. صحيح. فهمت علي؟ نعم. إيه. فأنا ما صدقت حول علي شريعتي من باب فرض المحال ليس بمحال، ولا أنا مصدق. نعم. فاسق فاجر كذا. بس كيف كشفت وبعد وفاته أن هالإنسان مظلوم وإنسان مصلح؟ نعم. شوف ايش قد اكو ناس ينظلمون. جئت بشقيقتي هاي مرة سيد جلال هذا الحرامي اللي هسه متسودن. نعم. اجت لندن، جيت ابعثها للعراق بايام صدام حسين. احنا ما كنا نقدر نروح العراق ذيك الايام بالحرب العراقية الايرانية، بس مجيد وتقي كانوا يقدرون، وصاحب اخوهم السب لبس عمامه بالجديد. نعم. صار بلندن. هذول يروحون ويبعثون من يشاءون، انا واولادي لا ما نقدر. فكانوا محصلين له ويزا لاختي، جيت اوصلها الى هيثرو، تسافر الى الشام وتزور بالشام، ومن الشام تركب تجي للعراق. حصلوا لها ويزا. هذيك الايام ايام زمان. ها عفوا، مو بزمان صدام حسين، قبل حتى أكون واقعي، يمكن 78، مو بزمان الحرب. عفوا غلطت. هذيك الأيام ما كان أكو محجبات إيرانيات بأوروبا إلا نادرا، وحدة عجوز وتتخفى وبالسيارة شوي شوي بلشوا يطلعون محجبة واحدة واثنين وثلاثة. وكان الإنسان إذا عنده شوية روح
شيعية وروح إسلامية، إذا شاف واحدة محجبة يحترمها، يقول والله هاي متحملة وكذا. فشفت واحدة محجبة شابة مع أمها، من شافونا نحكي عربي وعرفوا احنا راح نروح بنفس الطيارة، اجى قال أنا يا أم زوجتي إذا تروح سوريا. قلت لك هاي ترى خلطنا البعض، مو هذيك الأيام اللي كان ما ينطون ويزا، لا هاي الأيام كان ينطون ويزا، بعدين صارت ما ينطون ويزا إلا جماعة تقي ومجيد وصاحب الحرب العراقية. قالت لي تروح لسوريا وللعراق ما عدا أحد، عندكم أحد بلكي يساعدها هاي أختك مثلا، أهلي أختي تعرف عربي وكذا. قلت لها إيه، كتبت له وصية إلى سوريا، محمود شيرازي لسه بعد حي يرزق آخر سوق الحمدية. قلت لها هاي تستقبلها وتضيفها وتوصلها للمطار، وكتبت رسالة هنا ببغداد أحد يستقبلها، كان عندي بيتي وشيتي، كتبت رسالة إلى كربلاء يستقبلوها، وللنجف هم يستقبلوها. قلت لها هاي صوقرت، ودوها إلى آخر شيء مطار بغداد وتروح لأهلها. قال لي عندكم سيارة ترجعون للبلد؟ مطار هيثرو، مطار لندن بعيد. قلت له لا. قال نوصلكم. قلت له شكرا. باختصار اصعدنا، شو هذا قام يحكي يقول لي مرحوم علي شريعتي. قلت له شنو مرحوم؟ قال ايه مرحوم. قلت له هذا يقولون عنه فعل تركه. قال والله كله كذب. انا قلت له انت تصلي وهاي زوجتك محجبه، شلون انت تقول مرحوم؟ قال هو حجبها. سبحان الله. هي وامثالها هو اللي قام يحجب، جاي يزيدون اللي يتهمونه بالفسق ويتهمونه بعض الامور. قلت له اكو سيد ببيتي عالم، عندك استعداد يعني تجي وياي ناقشه؟ قال ايه. منو كان ببيتي؟ واحد اسمه سيد محمد مصباح. نعم. هسه وكيل السيستاني، لا مو وكيل، ما ادري وكيل من، كان وكيل ابويا وكيل الشارودي قبل، وكيل سيد محسن مشهد. انا مسوي له عمليه له وزوجته 3-4 عمليات حمامه. انا عبالي هذا عالي تبين، هذا بقال استوى له بس مات ابوه بس عمامه. سبحان الله. وهذا عندي قصص وياه عجيبه غريبه، الكلام يجر الكلام. خل احكي القصص بين قوسين قبل ما اكمل لك على علي شريعتي. هذا كتب رساله من لندن الى النخشواني، مرتضى النخشواني كان كاتب عند ابوي، نص برقيه يكتبها النخشواني، يوقعها السيد الخوئي، تروح الى ايران الابنه، انه السيد الخوئي بشر السيد محمد مصباح البقال، بشروا المؤمنين بسلامه بنجاح عمليه والدكم، كذا ندعو لكم بالخير موفقيه، نسالكم الدعاء. راحت البرقيه، وقعها ابويا وما يدري، راحت من النجف الى ايران، ونشرت بالجرايد على اساس السيد الخوئي دز برقيه الى ابن سيد محمد مصباح، هو بقال لابس عمامه. واصل الرساله اللي المسوده اللي دزها عندي اياها، لان ما يدري. اعطاني اياها، انا احتفظت فيها، قلت له ضاعت تكتب واحده ثانيه. فهمت علي؟ فهذا شوف فوضى، عرفت الفوضى؟ سيد الخوئي يدز برقيه الى سيد محمد المصباح البقال. وهذا لانه افتى، لانه اعلن يوم العيد حسب راي سيد الخوئي بمشهد، خلاص يلا للعادي لفترة ساعة، وخلينا شريط جديد بالعادي والفيديو مستمر. وصلنا إلى سيد محمد مصباح اللي بعث مسودة نص كيف يكتب السيد مرتضى النخشواني عن لسان